لو نفسك تاكل فرخه مشويه نظيفه كمل الفيديو ده، لان هغير لك فكرتك عن الفراخ المشويه خالص. محتاج نصين فراخ، تتبيله زبادي نص وتتبيله بصل نص. تتبيله الزبادي دي كمان ولا ايه؟ انت ايه ده؟ انت متابعني بقى، انت متابعني. ده ريفيو بسيط. دي تتبيله زبادي وتتبيله ايه؟ صلصه وجزر وجنزبيل وبرتقال. صلصه وجزر وجنزبيل وبرتقال. اوكي. بتبسط الراجل طلع عارف انه هيظبط. قال لك انت هتعملها ايه دي؟ بس انا هعمل لكم حاجات جامده دلوقتي. جبنا نصين الفراخ بتوعنا اهم، تتبيلتين عكس بعض، والفيديو مش هيخلص على كده، ولا انا هاخدهم اعملهم في البيت. كمل الفيديو بس وهفهمك هتعمل ايه. نروح نحاسب. كان نفسي اجيب شويه سلطات بس لقيت تلاجه السلطات وطابور جبن كده زحمه موت. لو فاكر ان اخدها واوديها البيت واشويها واقليها والكلام ده كله، لا، احنا قاعدين في الشارع مع بعض وهناكل لقمه، بندور ناكل لقمه نضيفه ازاي. ركز معايا، هعمل لك خطه جميله قوي. احنا هننزل عند العباسي هنا او اي محل مشويات بسيط هيرضى يشوي لك في اي منطقه كده لذيذه، تنزل تقول له ايه اشوي لنا دول. يلا يا عم. عامل ايه يا معلم؟ كله تمام؟ اصل الناس دي جيراننا فاكيد عارفينها. الفل. عامل ايه؟ كله تمام؟ بص انا جايب دول وعايز اشويهم. انا باجي على طول ايه هذه الفكره، بس انا عايز دي لوحديها ودي لوحديها. بتكتب لي على دي الزبادي ودي الصلصه، دي الزبادي او دي البيضه ودي الحمراء. خلاص روق عليا. ماشي. قدامك قد ايه؟ يعني ساعه الا ربع ساعه. ماشي. حسابهم كام؟ لا خلاص بقى. لا قول لي. لا مش عشان الفيديو، لا قول لي، ما انا بدفع على طول. قول لي كام؟ اللي يدفع مستني خد من مستني. اعملهم لي على وجبتين رز وسلطات. خدهم 80 جنيه. 80 جنيه. ماشي؟ ماشي. ماشي. يلا روق عليا. ها سلطات بقى روق عليا، وحطهم لي على وجبتين يبقى كل واحد معاه الرز بتاعها. اوكي. اقفل اشويهم ونرجع تاني. واخيرا يا جماعه عملناهم وسويناهم. الفكره هتعجبك قوي 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 لو انت زي كده بتقعد في شغلك وما بتبقاش عارف تتغدى ايه، ومضطر تتغدى في الشارع وعايز تاكل لقمه نظيفه رايقه. هتنزل اي سوبر ماركت، مش شرط سعودي، اي سوبر ماركت كبير نضيف هتلاقيه بيعمل الفراخ متبله جاهزه انك تاخدها تشويها. اي مكان جنبك اشوي فيه هتلاقي الدنيا طالعه. ايه اللي يخليني، طيب اسالني سؤال مهم قوي قبل ما ادوق، ايه اللي يخليني انا كهاني اروح ما اشتريش لي نص فرخه على طول من عند فلان او من عند المطعم الفلاني او كده؟ لاني بقى من الله وحياه النعمه دي ما لقيت عند اي مطعم من المطاعم اللي انا بجربهم نص فرخه يكون مستوي كويس وطعمه حلو وتكون تتبيله الفراخ مخليه اللحمه طريه شويه. دايما بتوع الفراخ المشويه مع ضغط الشغل ما بيدوش التتبيله حقها، فدي بتبقى منقوعه في التتبيله في السوبر ماركت، بتبقى اللحمه طريه. دايما لحمه الفراخ ناشفه عند اغلبيه الناس دي كلها. جرب دي هتلاقي اللحمه طريه، انا مجربها كذا مره. ولكن خليني اقول لكم الفرق ما بين الزبادي والتتبيله. اقول لك ترجح لك انهي، تتبيله الزبادي ولا تتبيله اللي هي البصل؟ سخنه مولعه عشان لسه جايه. سمي الله وندوق حته من الورك. دي تتبيله الطماطم والبصل، بقى طريه ومتبله تتبيله نظيفه جميله. خش على تتبيله الزبادي واقول لك الفرق. تتبيله الزبادي احلى، لذيذه، فيها طعم حلو كده، تحس بهدوء شويه عن الفلفل الاسود والبصل والطماطم. هنا واضح البصل والطماطم والفلفل الاسود، فدي هاديه خالص سيمبل، ودي تحسها الحاميه شويه. وقفت علينا النص فرخه بالحاجات دي كلها بكام؟ الراجل خد 80 جنيه تسويه عشان يعملوها لنا على وجبتين ويدينا سلطات وعيش. والسعودي كانت واقفه ب 100 وحاجه، كنا موريها لكم واحنا بنشتريها. وقفه الوجبه ب 140 جنيه دي، وتاكل نص فرخه نظيفه محترمه واثق في تتبيلتها، مفيش دلع اكتر من كده. ده كان رايي في النص فرخه بتاعتي. اعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو، وقول لي ايه احسن مكان لو انت بتجيب فراخ مشويه واثق ان النص فرخه عندهم بتطلع طريه ونضيفه. اهم حاجه عندي طريه، هي نضيفه في كل المطاعم ولكن تبقى لحمتها طريه ما تبقاش ناشفه. اكتب لي في كومنت. سلام، كان معكم هاني فود.